السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هعرفك ازاي تاخد حقك من الشخص اللي بيهينك بكلامه واللي بيرمي عليك كلام من تحت لتحت، وازاي انت تاخد حقك منه تالت ومتلت رغم عن انفه، من غير ما تقلل من قيمتك، من غير ما تقلل من هيبتك، حتى من غير ما ترد عليه بكلام كتير، من غير مقدمة ياما. تابع معايا الفيديو، هديلك 5 خطوات عملية بإذن الله هيفرقوا معاك 180 درجة وهتدعيلي، صدقني هتدعيلي. اول حاجه يا صديقي المشاهد انت ممكن تعملها، تخيل معايا كده ان انت قاعد في وسط مجموعه وتلاقي حد رمى لك كلمه. انت اول حاجه ممكن تعملها انك ما تردش عليه، يعني انت لو مش جاهز برد اوعى ترد عليه. انت ممكن تقول له انا عارف هرد عليك كويس ازاي بس مش دلوقتي. تمام. تاني حاجه يا صديقي المشاهد، ممكن تتجاهله تماما ولا كانه موجود اصلا. يعني هو التجاهل مش ضعف، بس فكره انك تبص له بصه كده وتسكت وتكمل كلامك عادي هيفرق معاك كتير جدا جدا. وهو اصلا هتلاقيه اتفحم لوحده من غير حتى ما ترد عليه. تاني حاجه يا صديقي المشاهد ممكن تعملها، انك تتجاهل الشخص اللي قدامك ده نهائي. تمام. يعني تخيل ان انت قاعد كده ورمى لك كلمه، خد نفس عميق في نفسك، ما تبينش ان انت يعني اتضايقت من الكلمه بتاعته، بالعكس بص له كده بابتسامه صغيره بس وركز عليه ثانيتين، بعد كده كمل كلامك. حرفيا الحركة دي بتفهم اللي قدامك بطريقة رهيبة، كده انت رجعت حقك مليون في المية. تالت حاجة يا صديقي المشاهد ممكن تعملها، انك تقوي نفسك قدام المجموعة اللي انت قاعد عليها. يعني تقول لهم زي والله يا جماعة، يعني في ناس بتحاول تستفزنا بس انتوا وجودكم اكبر من اني ارد عليه، فانا مخلي له حساب لوحده. رابع حاجة يا عزيزي المشاهد ممكن تعملها، انك القرار في ايدك دلوقتي، ترد عليه او لا. لو انت شايف انه كلامه اقل اصلا من انك ترد عليه فما تردش عليه. خامس حاجة يا صديقي المشاهد، ودي اخر حاجة، وباذن الله باذن الله هتلاقيها فعالة معاك جدا 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 وهتفرق معاك. انت ممكن تقول ان ده ملهاش علاقة بالموضوع، بس بالعكس دي اكتر حاجة ليها علاقة بالموضوع. حتة نجاحك انت، لو لازم تنجح لازم تنجح بحيث انك تخلي الناس اللي بتغل منك، اللي بتبقى قهرانة منك، تجري وراك تجري وراك لغاية لما تتعب فتسيبك. فاهمني؟ وبإذن الله بإذن الله هتلاقي فيديوهات اكتر من كده. متنساش تتابع القناة، تحط لايك لو عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استناني في فيديو جديد.